السلام عليكم إخوة المشاهدين، مرحبا بكم. يعني نقدم لكم الاسم الكريم ديالي، فهو محمد البهالي، وباش معروف مع الصناع التقليديين في مدينة فاس. الاسم ديالي وهو الحياني، كنية الحياني باش معروف في الساحات مدينة فاس. كنقدم لكم نفسي، يعني الحمد لله منتوجات عندنا تقليدية ديال الجلابة، شعرة حرة بزيوية أصيلية 100% عند المعلمين الحمد لله في مدينة فاس. مازال محافظين على هذا التراث ديال الأبوات ديالنا الحمد لله، الله يرحمهم جميعا اللي توفوا واللي باقي اللهم تعالى يطول في عمره. يعني الحمد لله هذا المنتوج التقليدي ديالنا ديال الجلابة أول ما يكون كنشكر سيدنا والله ينصره ويحفظه لنا، لأنه هو اللي عطانا القيمة ديال الجلابة التقليدية الفاسية. منتوج الجلابة يعني هو السافر ديال الصناعة التقليدية اللي عطانا القيمة ديال الجلابة، الله ينصره سيدنا حفظه الله ورعاه. ودابا الحمد لله المنتوج ديالنا راحنا كنجيبوه للأسواق المتنقلة ديال المعارض، يعني المعارض الحمد لله، وكاين الإقبال. وكننادي على الناس المغاربة ديالنا الحمد لله يزيدوا يشجعوا الصناعة التقليدي، يشجعوا الصناعة التقليدية عامة، لا من الجلابة ولا من القرفطان ولا من النحاسيات ولا، لأن هذا الصناعة التقليدية كتراث ديال البلاد ديالنا، ويعني راهم حاسدين عليهم شي وحدين، وخص المواطنين ديالنا الأحرار يشجعوا الصناعة التقليدية ويشجعوا الصناعة التقليدي. واللي رغم التطور ديال الصناعة باقي انت تهتم بهذه الآلة هذه. الحمد لله مازال عندنا هذه الآلة هذه، ومازال عندنا آلات أخرين في المحل ديالنا موجودين في المحل ديالنا، اللي بغى يجي يشوف في عين المكان مرحبا بالجميع. في ساحة لالا يدونا بالمدن معروفة الحمد لله على الصعيد الوطني أو الصعيد العالمي. باش تنتج الجلابة عندك انت؟ الجلابة وهي جلابة رمز من الرموز ديال التقليدي ديال بلادنا الحمد لله، احسن رمز. باش تمتاز بهذا الشيء اللي قلتي انت، الجلابه الحيانيه باش تمتاز؟ ماشي جلابه الحيانيه، جلابه انا كصانع تقليدي الاسم ديالي الحياني. انا الاسم ديالي الحياني الكنيه باش معروف في مدينه فاس، لان جلابه كاصيليه مغربيه، يعني لا تخيطات باليد. شنو المزايا ديالها؟ لا تخيطات جلابه ثقافه من الثقافه ديال المغرب وتراث ديال بلادنا، كيلبسها سيدنا نصر الله، كيلبسوها الائمه ديال المساجد، كيلبسوها الناس يعني في الافراح ديالهم، كيلبسوها في الاعياد ديال المناسبات، الاعياد الوطنيه والاعياد الدينيه، لان الجلاب رمز من الرموز ديال التراث ديال بلادنا الحمد لله. ومرحبا بالجميع، والثمن مناسب عند المعلم محمد الحياني. الطويبات تيبانوا لي مزيانين والحمد لله احنا كنبتكروا وكنجاهدوا الحمد لله في المنتوج التقليدي ديالنا، وكنتمنى من الناس يجيو ياخذوا المنتوج التقليدي من عند. كتلقى شي منافسه ما بين الصناعه التقليديه في وسط المغرب، ما بين الجنوب الوسط الشمال؟ كنعانيو من شلة الحوايج استاذي، من طبيعه الحال كنعانيو لان الثوب التقليدي ولاو كيدخلوا شي تجار من التجار كيدخلوا واحد الثوب ديال السوسدي، كيلاغيو السوسدي هو ديال الشينوا، وكيشهروه بالثوب ديال الجلابه ديالنا السوسدي بحال هكذا استاذ، كيقولوا هذه جلابات السوسدي حره. نعم. الانسان اللي بغى، كنادي على المواطنين اللي بغى يشري الثوب الاصيلي يمشي عند الحوانتي او عند التاجر او عند الدراج، يقول له انا بغيت جلابه شعرها حره اصيليه، ويجربها بالعافيه يعني، ويشم الريحه ديال الصوفه ديالها. إلا شم الريحه ديال الصوفه ديالها، هذيك هي جلابات شعرها حره بزيويه اصيليه فاسيه. ويقلبوا على الصنعه التقليديه في مدينه فاس، او هذا راه معروف الحمد لله. كاين هذا الجلابه باقات التقليديه باقات يعني المبلغ ديالها شويه باهظ، غالي شويه. ما كاينش باهظ عند التجار، عند الصناعه التقليديه، عند الصناعه التقليدي ما كاينش ثمن باهظ، ثمن رمزي. الجلابه عند الصناعه التقليدي دابا حاليا انا ولا شي صناع تقليديين عاملين لها شعرها حره 650 درهم، طريفه عند عبد ربي عند المعلم محمد الحياني، شعرها حره، شعرها على الشعر. يعني هذا ثمن ما فيش، هذا ثمن رمزي الحمد لله. 650 درهم جلابه ديال الشعره.